اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ صباحكم مشرق بنور الله، صباح الهنا والفل والياسمين على عيونكم الحلوين. جمعة مباركة عليكم يا حبايب القلب. قمت كده جبت المبخرة دي عادية خالص، فخار. إيه، وطبعا ضفت فيها بقى ايه البخور بتاعنا العادي خالص. وقت فحماية كده على البوتاجاز، وضفتها عليها وضفت البخور. بصوا، مش عايزة اقول لكم على الراحة النفسية اللي الواحد واقف يعني شامم ريحة البخور كده. بجد تحسي ان انتي في حتة تانية. بجد ريحته خطيرة. انا بحب البخور ده قوي. إيه، عندي بخور عيدان بس بحب ده اكتر، يعني مش عارفة بيجي معايا خالص. قمت بقى هنا كده كان زوري وجعني خالص. الوصفة دي حلوة قوي لو عندك برد او زورك مثلا مش قادرة اللي انتي تبلعي ريقك او حاجة. الوصفة دي بصي ما شاء الله حلوة بطريقة خطيرة. إيه، زي البرشام الاستحلاب كده، لو انتي قايمة كده مش قادرة اللي انتي تبلعي ريقك بتقومي تاخدي برشام استحلاب كده، بتحسي اللي انتي قادرة اللي انتي تبلعي. هنا بقى عسل اسمر. الوصفة بتاعتي بعسل اسمر مش عسل ابيض خالص، عشان حد لو كتب لي الوصفة بعسل ابيض، لا انا بفضل يعني الوصفة دي بعسل اسمر. حطيت معلقتين كده. هنزل دلوقتي بعصرة ليمونة كاملة ومية فترة، ميه دافيه خالص كده، وبتقلبيهم بقى وبتشربيهم ما شاء الله. والله بعديها بتعرفي اللي انت تبلعي، بتعرفي اللي انت تاكلي. انا الوصفه دي معتمداها من يوم ما عرفتها. إيه، اذا كان صيف او شتاء ما بعملش غيرها. لو عندي برد في الصيف او في الشتاء، ولادي نفس النظام. اللهم بارك، حلوة قوي، ولو جربتيها بجد مش هتندمي. هنا بقى قطعت الليمونة بعصرها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنزل دلوقتي زي ما قلت لكم مش ميه مغليه، ميه فتره، عشان تعرفي اللي انت تقلبيها على طول وتشربيها ايه على طول، يعني ما تسيبيش منها حاجه. يعني حلاوتها اللي انت تشربيها على مره واحده، بحيث اللي انت ايه لو بردت مش هتسلكلك زورك بمعنى اصح. الوصفة دي حلوة قوي، وبجد احلى من اللي انت هنا بقى كنت عاملاها ليا. زي ما قلت لكم كنت قايمه زوري وجعني. بصوا زي ما قلت لكم الميه فتره. هنا بقى هقلبها كويس جدا لحد العسل ما يدوب كده في الميه، ما يبقاش ليه اي ملامح خالص. قلبي كويس جدا واشربيها بقى بألف هنا وشفا على قلبك. بجد لو جربتيها مش هتعملي غيرها. جمعة مباركة عليكم يا رب. كل حد بيتمنى حاجة حلوة ربنا يرضي بيها ضعف ما بيتمنى يا رب. في الأيام الحلوة اللي احنا فيها، يوم الجمعة ده في السماء. هنا بقى جبت بتاعة البخور اللي هي الفخار دي. زي ما قلت لكم انا هنا دلوقتي بوريها لكم كده. انا جايباها من يوم ما اتجوزت. بحبها جدا. على طول بعمل البخور بالطريقة دي. غير بقى لو انا مثلا في يوم عادي عايزة اللي انا بخر بايد عود بخور عادي. هنا ده البخور انا بجيبه من عند العطار، بس طبعا يكون عطار انتي واثقة فيه بيبيع البخور حلو، عشان في ناس بيبيعوا البخور ما بيبقاش ليه ريحة. هنا بقى حطيت حبة كده زي ما وريتكم. انا الكيس اللي انا كنت جايباه ده كان اكتر من كده، بس يعني ايه، اللهم بارك، على طول ببخر وكده، بخري وخمسي. هنا بقى ايه، حطيت البخور وقت بقى فحماية كده على البوتاجاز زي ما قلت لكم. وهنا دلوقتي برضو ايه هحط باقي البخور. طبعا هضيفه دلوقتي، وهحط بقى إيه رشة من الملح بيخلي البخور كده يترشق، ويخليه كده ريحته بتبقى خطيرة. بيديله بصوا ما شاء الله، بصوا الريحة بجد. يا لو كنتوا مكاني وكنتوا شامين الريحة، بجد ريحته خطيرة. اقسم بالله العظيم ريحته قلبت الشقة. انا بفضل البخور. بصوا رشة ملح بسيطة خالص لا تذكر كده. وهضيف بقى الغطا عليها دلوقتي. بصوا بقى الشكل الجميل اللذيذ، بصوا الحلاوة بجد. بصوا تقوموا تحسوا ان انتوا متفائلين كده. قومي بقى كده بخري وايدي القرآن علشان البركة كده تدخل بيوتنا كلنا. ربنا يكرمكم كده بالخير والبركة والبهجة والسعادة، ويكرم كل حد بيتمنى حاجة يا رب ربنا يرضيه بيها ضعف ما بيتمنى.
هنا سيفو بقى عايز يقول لكم حاجة. ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات واعملوا لايك وفعلوا الجرس واشتركوا في القناة. ما تنسوش بقى تفعلوا الجرس وتفصلوا